السلام عليكم ومرحبا بكم. طليت عليكم اليوم وجبت معايا مقرض الصينية ولا مقرض السنيوة كما تحب تسميه واحد المعسلة رمضانية بامتياز. فيها واحد لوغو تاع مزيج ما بين قلب اللوز والمقروض. بلا ما نطول عليكم نبدو في المقادير. واش عندي 3 كيسان ونص تاع السميد اللي كان عندي انا متوسط ميل شويه للخشين، يعني السميد تاعي كان احرش شوي. درت 3 كيسان ونص سميد ونص الكاس درتو فرينة، بمعنى عندي 4 كيلات تاع سميد. لو كان يكون السميد تاعك ارتب ديري 4 كيسان سميد بلا ما ديري الفرينة. عندي كاس تاع مارغرين انا درت لابيل ذايبة وباردة، وعندي 4 كاس زيت، ربع تاع الكاس زيت درتهم. وهنا نبدا نخدم نبسس في السميد تاعي كيما نخدموا البراج تماما بنفس الطريقه. ندخل اليدام تاعي مليح في هذيك الكميه تاع السميد اللي عندي حتى نحس باللي السميد كله تشرب لي هذاك اليدام. باه نتوقف. هذه طريقة تاع الخدمة، نحكو مليح ما بين يديا وإلا في القصعة. المهم نبقى نخدم فيه مليح حتى نحس مثلا بالسميد تاعي ولا مشمخ ولا يقدر يتلم، ثم به نحبس الخدمة تاعي. على قد ما يكون السميد احرش على قد ما يطول شوية باش يخرج لك هذيك المالي فيه. بقيت نخدم فيه هنا، سرعت شويه ولكن ما قطعتش، بقيت نخدم فيه مده. هنا جربت هزيت شويه تاع سميد لقيته مازال يتفتت، وليت كملت خدمته حتى نعاود نجرب للمره الثانيه ويتلم لي سميد، ثم نعرف باللي خلاه كملت العمليه تاعي. هنا راهو تلم معايا سي بون. هنا حبست، رحت جبت هنا مغرفه صغيره تاع ملح وزوز مغارف كبار تاع سكر. وهنا رحت جبت كاس، هذا كان نفس الكاس اللي كيلت به ما زالت فيه الفارينه، درت عليه نص الكاس ماء وكملت نص الكاس بالمزهر. ونبقى نخدم طبعا بلا ما نعجن غير على راس الاصابع. انا هنا درت بشوي ولكن كملت الكاس تاعي. كي تحطوا الكاس تاعكم تاع الماء راح تحسوا شويه بلي راهي تشمخت العجينه بزياده، ولكن لا، غير تخلاها برك 5 دقائق. هنا راهي العجينه تبان مرخوفه، خليتها 5 دقائق ورحت خدمت الغرس تاعي. جيت لقيتها نشفت. جبت هنا الغرس تاعي درت فيه مغرفه صغيره تاع قرفه ومغرفه تاع جلجلان محمص، خدمته مليح ما درت له حتى اضافات. هذه العجينه تاعي كي خليتها كيفاه اتلمت وشربت الماء تاعها كل، لقيتها هذاك هو القوام اللي نحتاجه. قسمتها على 2، جبت الطرف التحت الاول حطيته في الصينيه من تحت وخدمته مليح بالطريقه هذه. ونحاول اني نطلع شويه العجينه على الحواشي باه من بعد كيما نحط الغرس ما يتحرق ليش. هنا راني نطلع في العجينه شويه على الحواشي، سما الحواشي كل مستوى تاعهم اعلى من الوسط على جال الغرس، خاطر معروف الغرس باللي يتحرق. جبت هنا الغرس نفس الطريقه راني نبعد فيها على الحواشي ماذا بيا به ما يتحرق ليش. خدمت الصينيه تاعي انا هذه راهي صغيره، انا حبيت المقروض تاعي يجيني عالي على هذيك، خيرت الصينيه هذه. اللي تحب الحاجه تاعها تجاها واطيه شوي ديري صينيه اكبر من هذه. انا تاعي هذه وقيله فيها 22 على 22 سنتيمتر صغيره خلاه. هذا الطرف الثاني تاع العجينه جبته حليته فوق ورق الزبده نعاون روحي بيه، سينو تقدري تفتيه بشويه برك فوق الغرس وتخدمي. طريقه الخدمه تبقى اختياريه وكل وحده تعرف واش يساعدها. كيما هكا خدمته مليح رصيته، حاولت اني نضغط عليه مليح باه من بعد ما يتنفخليش في الفور. كيما هكا خدمته مليح. ومن بعد رحت جبت مغرفه وبقيت نحي في هذيك الاثار تاع الاصابع
من الصينيه تاعي. ومن بعد رحت جبت الموس وبديت نقطع فيه. الطريقه تاع التقطاع لازم تقطعي حتى توصلي لاسفل الصينيه، حتى تحسي بلي الموس تاعك الحق تشاليك البلاطو من تحت كيما هكا. ومن بعد رحت جبت انا النقاش، نقشتها نقشه هكا خفيفه بركه تاع وقفه وصاي. وهنا كنت ديجا حاطه الفور. ملي بديت نخدم في العجينه حطيت الفور تاعي يسخن، خليتها طابت لي مليح من تحت، دت لي 50 دقيقه من تحت. ومن بعد شعلت عليها حمارت لي من فوق. وكنت ساعه على ساعه نجبدها من الفور وندخل الموس باه ما تتنفخليش العجينه. كي خرجتها وهي هكاك سخونه عسلتها، درت لها بالكاس هذا 2 1.5 عفوا، وخليتها حتى تشربت. هنا بعد ما دخلت عفوا بعد ما حطيت العسل فوت الموس مليح باه العسل هذاك يدخل لي. انا طيبتها من وراء العصر، جبتها بعد صلاة العشاء لقيتها تشربت ما شاء الله هذيك الكمية تاع العسل كلها. شوفوا لي كيف ما محمرة من فوق ومن تحت. ما عندي ما راح نقول لكم، يعني الصورة راهي تعبر وحدها، جاي يهبل ما شاء الله. يعني المعسلة هذه راح تهنيك 3-4 أيام ما تديريش بعد الفطور. اللي وصلت معايا هنا نقول لها بارك الله فيك على المتابعة، ولا أول مرة تشوفيني ادعميني، ما تبخلينيش من دعمك، من تعليقك، من جيم تاعك باه يلحق الأكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائدة. نخليكم مع الصور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.